أكد الحكم الإسباني السابق بيريز بورول أن الحكم المكسيكي سيزار راموس كان عليه الإعلان عن ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي أمام فرنسا في مباراة النصف النهائي لكأس العالم. واعتبر الخبير التحكيمي في راديو ماركا أن راموس أشهر البطاقة الصفراء في حق سفيان بوفال في الدقيقة 27 بدعوى أنه ارتكب الخطأ ضد تيو هرنالديز. لكن بورول يرى أن الحكم المكسيكي كان مخطئا، وكان عليه الإعلان عن ضربة جزاء للمنتخب المغربي لكون الظهير الفرنسي هو من عرقل بوفال. وفي استطلاع للرأي العام لموقع ماركا، شدد 79% من زوار المنبر الإسباني على وجود ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، مقابل 21 رأوا العكس.